وأرادوا أن يقنعوا الناس أن هذا المذهب الذي يسمى بالمذهب السلفي الآن هو مذهب السلف الصالح، ونحن نفرق بين السلف الصالح وبين السلفية الحشوية. الحرب على عقائد الأشاعرة، الحرب على فقه أهل السنة، ثم الحرب على تصوف أهل السنة. سأرد عليهم إن شاء الله من كتبهم. الله عند السلفية موجود في السماء، والسماء خلق من خلقه، فكيف يحل الخالق في المخلوق؟ اتهموا الصوفية بالقول بنجاة فرعون، زعموا أن النار تفنى وأن كل من فيها يدخل إلى الجنة، فيلتقي موسى مع فرعون. إنه يقول لابن تيمية أن ابن تيمية هو أعلم الخلق منذ أن خلق الله الخلق إلى يومنا هذا. الذين أنكروا على الإمام البصيري أن يقول لرسول الله: ومن علومك علم اللوح والقلم. اسمعوا ماذا يقول ابن القيم، ماذا يقول في مدارج السالكين. الكتاب موجود، لست أنا الذي ألفته ولست أنا الذي أنشره بين المسلمين. يقول عن ابن تيمية ماذا أخبرهم ابن تيمية قبل وقوعه، يعني ابن تيمية يعلم الغيب. ينكرون على رسول الله أن يطلعه الله على بعض غيبه، ولكنهم لا ينكرون على مشايخهم ادعاء علم الغيب. هل تعلمون أن السلفية يسمون الصلاة والزكاة والحج والصوم بالتكاليف الخسيسة؟ أعوذ بالله، سأقرأ عليكم الآن، ها هو الكتاب. يفتي أحد كبار مراجعهم ولا أسميه أن الأرض لا تدور، ومن اعتقد أن الأرض تدور يقتل وماله لبيت مال المسلمين، والفتوى موثقة عندي، ومن أراد أن يوثقها فعليه بكتاب قاموس البدع الحشوية. أنا أفتي بتحريم هذه الكتب وبمنعها، وأقول إنها أخطر من المخدرات، والله إنها أخطر من المخدرات. الكتاب اسمه منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع لابن سحمان. من هو ابن سحمان؟ هذا إرهابي، هذا ذبح 2000 مسلم، هذا ابن سحمان. أبو حنيفة ليس من أهل السنة، كان الفقي يسمي الإمام الجليل أبو حنيفة النعمان بن ثابت يسميه أبو جيفة، وكانوا يسمون الإمام مالك الإمام الهالك. هكذا ينظرون إلى علمائنا. لما احتلت أمريكا العراق ووضعت حاكما نصرانيا يحكم العراق وهو بريمة، أفتى مشايخ الحشوية بأن الحاكم الكافر تجب طاعته ولا يجوز الخروج عليه، لا يجوز الخروج عليه. الحاكم الكافر تجب طاعته، أما الحاكم المسلم فأفتوا بوجوب الخروج عليه. اخرج على الحاكم المسلم وطيع الحاكم الكافر. لما احتلت روسيا أفغانستان ماذا أفتوا؟ قالوا الجهاد فرض عين. لما احتلت أمريكا أفغانستان قالوا الجهاد لا يجوز. لكن حكم السلفية على الصوفية بالشرك، وقالوا إن زيارة الأضرحة شرك، والتمسح بها شرك، وتقبيلها شرك، والجلوس عندها شرك، وشرك شرك شرك. اسمعوا لما تعلق الأمر بقبر ابن تيمية. وليسمع أطباء العيون، إذا كانت عندكم مشاكل في جراحة العيون ما عليكم إلا أن تأخذوا من تراب قبر ابن تيمية. العقيدة السلفية أنا أثبت في كتابي بالدليل القاطع أنها عقيدة يهودية تسربت إلى المعتقد الإسلامي من خلال الأحبار الذين أسلموا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى خلقه استلقى
ثم رفع إحدى رجليه على الأخرى، الله يستلقي ويضع رجل على رجل، ثم قال لا ينبغي لأحد من خلقه أن يفعل هذا. هذا العقيدة قالها اليهود في زمن رسول الله، فلما قالها اليهود نزل قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في 6 أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب. عقيدة يهودية تسربت إلى المعتقد الحشوي، وهم ينشرونها اليوم على أنها من عقائد السلفية. رأيت ربي في صورة شاب على وجهه فراشات، على وجهه فراش، وفي رجليه نعلان. ربي يلبس الصباط. هكذا يصف الله أن له صدر، وأنه له فخذ، وأن له إبهام، وأنه يجلس على العرش، وأنه يستلقي، وأنه يضع رجلا على رجل، وأنه يلبس الصباط. هذا هو إله الحشوية. أما المسلم فيعتقد كما علمه القرآن: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونعتقد كما علمنا القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أقرأ عليكم كتاب شرح السنة للبربهاري. هذا البربهاري هذا إرهابي، والله إرهابي، ولكن بطول الزمن طبعوا الآن كتبه على أنه من كبار علماء أهل السنة. الله يجلس على حوت، الله يجلس على بعوضة. هذه هي الكتب التي تنتشر بين الشباب. ولو شئت أن آتيكم ب1000 مرجع من كتب السلفية كلها قائمة على البدعة، تقدس ما لا يجوز تقديسه، وتضلل وتكفر وتبدع ما يجب تقديسه.